يا جماعة أنا ما كنتش قادر أتنفس من كتر الأكل. لسه يا جماعة وحيد حالف ما نمشي من هنا غير لما نتغدى. تاكل غصب عنك. والله العظيم زوين، زوين بزاف، زوين خالص. ده في المطعم المغربي مش عارفة ايه ده. هو ده اسمه ايه؟ هرشة. الحرشة الحلوة الحرشة الحلوة بالنافع. فسر الماء بالماء. النافع، اجيب لك النافع عشان تشوفي النافع. دي اسمها ايه؟ معقودة. معقولة ولا مش معقولة؟ معقودة. حلوة قوي دي. جعانين قوي فقلنا له يجيب لنا حاجة نقزقز فيها لحد ما يجيب لنا الطاجين والكسكس. هذا لسه عملناه اليوم والله. بطاطس وايه؟ بطاطا، قزبر، معدنوس، تومة. قزبر معدنوس. كزبرة. حلوة قوي. كسكس بالتفاية ولا بسم الله. حبيبي المعالم التاريخيه في المروك خويا العزيز كحل ليا والله غير معمر اجانب. خطيك من شي يحكي لك العسكري يقول لك بلي راهم يجوا على جال صوالح ماهم شابين. حاولك على جالاش يجوا الاجانب خويا العزيز، يجوا يزوروا المعالم التاريخيه المخدومه بالصناعه التقليديه ديال الحرفيين المغاربه منذ مئات السنين والاف السنين. هذه مدرسه عندها 4 ديال القرون يا جدك. هاوليك شي يزوروا الجليج خويا العزيز، النقش على الجليج، النقش على الجبس، النقش على العود، والنقش على النحاس حبيبي. دوك نشارك معك الاجواء خويا العزيز، ما كان لا بزاف معليش. حيدك خويا العزيز والله غير معمره اجانب خويا العزيز، معمره. وهادو الاجانب اللي راهم يجوا يزوروا هاد الصوالح كيما هاك راهم متاكدين باللي هاد الصوالح راهم مخدومين بايادي مغربيه 100%، ماهمش يكذبوا. حاولك خويا العزيز 4 القرون يا جدك عندها امتداد الحضاره التاريخيه ديال الدوله القديمه والعريقه. على بالك باللي راه الصناعه التقليديه هي السر في التاريخ. الا عندك صناع تقليديين وحرفيين مهنيين راه عندك تاريخ، ما عندك صناع تقليديين ما عندكش تاريخ. هذا ما كان خويا العزيز. هذا علاه المراه كيجيو يخدموا عندنا الصناعه التقليديه على جال ما كان الصناع التقليديين في الجزائر. كحل كي خادمين اخويا العزيز. حايلك حبيبي حايلك، ماهمش يكذبوا. حايلك السلطان السعدي، السلطان السعدي هاي 4 القرون خويا العزيز، 4 قرون هو من بنى السلطان السعدي، ويحطوا لك لي بلاك ويشرحوا لك كلش. ما يمكنش مرار كيكذبوا عليك في هادو صوالح. كحل خويا العزيز. حايلك مدرسة بن يوسف. كحل حبيبي. سي فريميناج كيف هادي تعرف وين جايه؟ جايه في المدينه القديمه. هاوليك جميل يشارك معك الاجواء من المدينه القديمه. راكم تقولوا باللي جميل ما حبش يشارك معنا المدينه القديمه، راه يورينا غير صوالح نتاع السياح ولي سونتر فيل وهذه. حايلك المدينه القديمه، رانا في المدينه القديمه في المروك. كحل ليا كي خادمينها حاسبينها خربه ولا كيفاه؟ هايلك والله غير مخدومه شابه بالبزاف. هايلك المدينه القديمه في المروك هذه حبيبي. دوك نديك تحوص معليش ما كان لا بزاف حبيبي. الا راك حاب تقعد مرحبا بك، الا راك حاب تروح معليش. هايلك حبيبي رانا في لهوي يا لهوي، البلد دي بتجنن. اسمعوا يا شباب المغرب، لو في حد ابن حلال انا عاوزه اتجوز من الحلال وافضل هنا. يا لهوي على الجمال وحلاوه شعب المغرب، بحبكم بالذات. كسكس في المغرب كتير وقليل، ولكن كسكس في العروبية المغربية حاجة ولا في الخيال. شوف القصعة، شوف ما شاء الله. شوف اللحم والخير تبارك الله ما شاء الله. فين ما تمشي في المغرب الخير موجود وكاين. النهاردة الجمعة يعني يوم الكسكس، جمعتكم مباركة. وما أحلى الكسكس في العروبية المغربية بنقاء الهوى اللي فيها وبنقاء ناسها وبخير ناسها. تبارك الله ما شاء الله على أحلى كسكس مغربي في العروبية المغربية. تفضلوا معانا، استنوا ندوق الكسكس ونقول لكم هل فعلا مختلف
عن المدن ولا لا؟ وفي ناس هتاكل معايا ولكن انا موقفهم ورا الكاميرا. خلينا ندوق انا الاول. بسم الله بسم الله. شوف الكسكس والجلسة والأجواء حاجة ولا في الخيال ولا في الأحلام. ما شاء الله على خير المغرب. يا رب زدها وبارك فيها وفي شعبها أرضا وملكا وشعبا بالصحة والراحة. يلا يا جماعة بسم الله. بسم الله. بسم الله. دابا غنصنت الكرشي. بسم الله. دابا واش ساليتي؟ عمر الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا لما نكون معروضين او ناكل طعام عند حد نقول دعاء في اخر الجلسه: اكل طعامكم الابرار وسلط عليكم الملائكه وذكركم الله في من عنده، قولوا امين. امين اللهم امين. شكرا بارك الله. قصر صومعة حسان، هذا اللي تشوفونه من خلفي. تعالوا خلونا نشوفه من الداخل، شيء جميل جدا. حياكم الله في قصر صومعة حسان. تعالوا نشوف الجمال في هذا القصر من الداخل. حياكم. ما شاء الله تبارك الله يا اخوان، القصر من الداخل شيء جميل جدا ورائع يا اخوان. فعلا انا داخل قصر. شوف الجمال، شوف التصميم، شوف الدرج، توكلنا على الله. تعالوا خلونا نطلع لفوق. حياكم. ما شاء الله تبارك الله يا اخوان، انا متحمس اوريكم الحديقه الموجوده في هذا القصر. شيء خيالي ما شاء الله تبارك الله. بس اجمل شيء هنا لازم تشوفوه. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. هذه الحديقه الرائعه والجميله يا اخوان. طبعا حديقه ضخمه مثل ما تشوفون. نشوف فيه جلسات، في مطاعم، في كافي، في اكثر من مطعم موجود داخل القصر. حياك. تعال. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا اخوان. شيء خيالي، شيء خرافي، شيء تاريخي داخل هذا القصر. تجربة غير جمال قصر صومعة حسان. شيء جميل جدا. تجربة تاريخية تعيشها هنا في المغرب. خرافي تاريخي. طبعا هذا المسبح فوق الجيم. كل التجربة اللي نعيشها على الطريقة المغربية. قصر مغربي تاريخي. تخيل معي انك تسكن داخل قصر وعمره اكثر من 110 سنوات. هذا اللي صاير معانا في المغرب. شوفوا التفاصيل ما شاء الله تبارك الله. كل مكان اجمل من الثاني داخل القصر. ما شاء الله تبارك الله. تعالوا نشوف مكان اخر داخل القصر. ما شاء الله يا البوابة. شوف الدرج، شوف النجف. مقر جميل جدا. تجربة رائعة، تجربة تاريخية ما راح انساها. تعالوا شوف. تعال. الإضاءات تدخل عليك دائما من كل مكان. شوف تفاصيل الباب، شوفوا الجلسات الرائعة والجميلة ودخول الإضاءة من كل مكان في قصر صومعة حسان. يلا نطلع على غرفتنا. نقول بسم الله. من 1912. بسم الله وعلى بركة الله. جاهزين نشوف الغرفة؟ ما شاء الله تبارك الله. نبدأ الغرفة. هذه طبعا دورة مياه عزكم الله. وش عندنا هنا؟ غرفة الملابس. وبعدها هذا هو جناحنا جميل داخل قصر صومعة حسان. سرير النوم، الجلسة، الضيافة، والأجمل من هذا كله يا أخي الشمس تدخل عليك من كل مكان. تعالوا نشوفوا الإطلالة مع بعض. صرت مغربي. نشوفوا. يا سلام يا روعة المكان. الله. تاريخي يا أخوان. والله تجربة تاريخية. أول مرة في حياتي أخوض هذه التجربة. تخيلوا معي يا أخوان أن كل هذه عبارة عن بلكونة الجناح. إي نعم، بلكونة جناحنا. هذا مضمار سباق ما شاء الله، مو بلكونة. ما شاء الله تبارك الله. شوفوا الجمال، شوفوا الروعة. الله على التجربة التاريخية اللي لن أنساها. عشتها هنا في قصر صومعة حسان. ماشيين لطباخ الملك. كلكم تقولوا لي برا طباخ الملك. يلا خلينا نخش طباخ الملك. ها المكان في السوق الشعبي هو، شوفوا، جبل فنان. وهذا هو طباخ الملك الحاج لمين. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا. مرحبا. ان شاء الله نديروا سلطه مغربيه، بطاطس. الحاج تو بيرفعني باش نصور حفره. غادي نشوفوا الحفره. الله يبارك. ما شاء الله.
ما شاء الله ما شاء الله. هذا الحم شنو يا حاج؟ حم الخروف. خروف الله يبارك الله يبارك. وكم ليه مفتوح هذا المكان؟ المكان هذا 150 سنة 150 سنة. كان أجدادنا. شوف الزحمة، لا شوف الله يبارك. الزحمة الشارع كله ما شاء الله، كله من الجهة الثانية كلهم يبوا ياخذوا ويمشوا، من غير اللي داخل الزحمة الناس اللي بتقامز وبتاكل. الله يبارك الزحمة ما شاء الله. الله خليل، كلنا اخوان والله. يسلموا علي الناس، تقول لي ليبي والله يسلموا علي يا اولاد. الشيباني جاي قاعد جنبي، والشيباني هو وقف علي. تحبوا الليبيين؟ ها تحبوا الليبيين؟ نحبهم. شوف الاخوه الليبيين مرحبا بك والله، بارك الله فيك. بارك الله فيك والله يا بلدي الثاني. هذا الخروف عندنا، هذا خروف كتف. هذا كتف احسن شيء الكتف. وهذا شنو هو هذا يا حاج؟ ملح الكمون. هو ملح الكمون. ما فيش التوابل، نعملها لنفسي توابل كله طبيعي. وانت تضيف الملح والكمون. والله بارك الله فيك يا الحاج، بارك الله فيك. جيبوا شيء مغربي وهو يجي مع الخروف. شكرا يا حبيبي، شكرا. نبدو ناكل يا اولاد. اللحمة يا ناس تذوب ذوبان، زبدة وعرة. شوف ما شاء الله. شوف اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. وعر البرديم يا اولاد، وعر. اي حد يجي هنا ضروري البرديم وعر. وكي كملنا الله يبارك، والله كانت ماكلة ان شاء الله. رحنا ناكل في مطعم، وبعدين بعد ما خلصنا اكل وكل حاجه، ففي بنوته بتشتغل هناك جت سلمت عليا وقالت لي انا اعرفك من التيك توك وانا متابعاكي وبحبك قوي مش عارف ايه. زي ما انتوا عارفين طبعا احنا في مراكش، وجابوا لي الهديه دي محطوطه في كيس. انا ما فتحتش حاجه طبعا، كنا مشغولين طول النهار بره. روحت البيت الساعه 5 الصبح، لقيت نفسي جعانه، فتحت التلاجة قلت اشوف العلبه دي فيها ايه. لقيت حاجه قلت مستحيل اكلها الساعه 5 الصبح. فانا فطرت دلوقتي عشان ما ينفعش برضو اكلها من غير فطار. بصوا قد ايه البينات، بسم الله. رهيبة قوي قوي. حوليته. عايزة اخد قطمة كمان عشان اوصل جوه شوف طعمها ايه. بسم الله. انا عمالة اعك في المغرب، ربنا يستر شكلي تخنانة قوي، بس هأدب نفسي لما ارجع الدنمارك ان شاء الله. احنا في اجازة. انجوي. الكريمة دي ملهاش اي حل.